أنبه باختصار، البعض قد يقرأ برواية حفص، لكن قواعد حفص في الطيبة مختلف عن قواعدها في الشاطبية. فإذا قرأت بقصر المنفصل لحفص من طيبة النشر مثلا من طريق المصباح قد تمتنع أوجه وتصح أوجه، منها كلمة تأمنا في سورة يوسف تقرأ بالإشمام وما تقرأش بالاختلاس. إذا قرأت من الشاطبية الوجهان وهكذا. قال مثلا سهل هيا، البعض يصلي في التراويح يقول لك رواية حفص هيا فخم الراء ورقق اللام وقرأ بقصر المنفصل، ولكن أين القواعد التي تراعيها في الرواية؟ فكل رواية تخضع لقواعد، كاين قواعد عامة إجمالية يتفقوا عليها، وكاين قواعد تخص كل راو أو كل طريق في القراءة، وإلا يقع الخلط أو التلفيق في القراءة. فإذا قرأ الإنسان برواية معينة ينتهج قواعده، مليح تحفظ وتقرأ بالصوت الحسن شيء طيب، بصح القواعد وكان يصلي خلفك واحد متخصص يعرفك بلك تخسر في القراءة. هذه أمور دقيقة. إما أنا نقرأ الرواية اللي معروفة، إذا جيت نقرأ أمور خاصة في الرواية نستقصي أصحاب الصنع، أصحاب الصناعة اللي يعرفوا فلان ولا علان قال يا شيخ كي نقرأ وش من الوجه يمتنع وش من الوجه يصح، وإلا يقع خلط بين الطرق في القراءات. على كل هذا كما نقولوا موضوع يدرس للطلاب اللي يقرأوا هذا العلم، أي علم القراءات. وتقول لي واعلى، تقول لي قرآن، نعم قرآن ما أنكرنا، لكن كان ما ننبهوش على هذه الأمور سيقع خلط كبير في القراءات أو في الرواية. يجي واحد يقرأ مثلا رواية ورش من طريق الأصبهان، يقول لك عنده غير قصر المنفصل، وقد يأتي بأوجه لا تصح في ذلك الطريق. وش معناتها؟ معناتها هذاك الراوي اللي تقرأ له هذاك الوجه لم يشافه به شيوخه، ما قراش به، فقرئ به من طريق آخر. أنا قبل أيام فقط واحد أخ كان يقرأ علي في سورة الأنعام، وقرأ ومر على قوله تعالى قُلَا الذكرين حرم أم الأنثيين، فقرأ بوجه الإبدال وعطف وجه التسهيل، فأوقفته قلت له ايش تقرأ بالوجه الثاني؟ قال يا شيخ فيها التسهيل كذلك. قلت له من أي طريق أنت تقرأ؟ أنت تقرأ من طريق طيبة النشر من وجه أو طريق المصباح لأبي الكرم الشهرزوري. قلت له يمتنع التسهيل، يبقى الإبدال فقط. إذا قرأت مطلق أي بجميع الأوجه من الطيبة يصح، أما إذا قيدت الوجه اللي تقرأ به تقرأ بوجه واحد، معناتها ما تخلطش بين